السوبر بالون دور، يا ترى ايه قصتها وتفاصيلها ومين هم المرشحين ليها؟ الكرة الذهبية هي افضل الجوائز اللي ممكن لاعب كرة القدم يحققها. بدايتها كانت في سنة 1956 وكانت مخصصة بس لافضل لاعب اوروبي، وبعد كده توسعت في سنة 1995 عشان تشمل اي لاعب من اي جنسية لكن بيلعب في الأندية الأوروبية، وده عن مرة واحدة في السنة. الجائزة بتمنح لافضل لاعب في العالم بناء على ادائه خلال 12 شهر، واللاعب مجرد ما بياخد الجائزة دي بيكون هو وبلده واللي بيحبوه في العالم فخورين بيه طول السنة. لكن تخيل بقى يا صاحبي انك تاخد جائزة بتوصفك انك افضل لاعب خلال اكتر من 30 سنه، او بمعنى اخر افضل لاعب في جيلك، وهي دي بالظبط وباختصار جائزه السوبر بالون دور. وعشان ميعاد السوبر بالون دور الثانيه في التاريخ قرب يا صاحبي، النهارده هقول لك من هم افضل بل اقوى 10 لاعبين مترشحين عن الجيل بالكامل للفوز بالكره الذهبيه الاسطوريه، وده بناء على ادائهم خلال ال 40 سنه اللي فاتوا. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس. انا كنت قلت لك في المقدمه جمله كده مش عارف انت اخدت بالك منها ولا لا. كنت قلت لك ان ميعاد السوبر بالون دور الثانيه في التاريخ قرب، وده معناه ان كان في واحده قبل كده حد حصل عليها. فمين هو اول لاعب حصل على جائزه السوبر بالون دور؟ اللاعب الوحيد اللي فاز بالسوبر بالون دور يا صاحبي هو الفريدو دي ستيفانو في سنه 1989، وفاز بالجائزه دي متغلبا على يوهان كرايف وميشيل بلاتيني. هتقول لي يعني ايه ده ازاي؟ يعني الفتره دي والجيل اللي فات ده كان عندك اتنين هم اقوى لعيبه في العالم وهم بيليه ومارادونا، ازاي يعني ما حدش منهم اخدها؟ وازاي اصلا ما ترتبوش تاني وتالت زي كرايف وبلاتيني؟ هقول لك يا صاحبي، لو تفتكر برضو قلت لك في المقدمه ان الجائزه بدايتها بتمنح فقط للاعيبه الاوروبيه لغايه سنه 1995، وبعد كده الجائزه توسعت عشان تمنح لكل اللعيبه من اي جنسيه لكن بشرط يكونوا بيلعبوا في الانديه الاوروبيه. عشان كده بيليه ودييجو مارادونا ما كانوش يقدروا يفوزوا باول كره ذهبيه اسطوريه من السوبر بالون دور سنه 1989 لان جنسيتهم ما كانتش اوروبيه. لكن لو كانوا اوروبيين ما كناش هنسمع اصلا عن دي ستيفانو ولا كرايف ولا غيرهم ولا كنا نعرفهم دلوقتي. اختصارا اسطوره فرنسا ميشيل بلاتيني هو ثالث افضل لاعب بالجيل السابق واللي فاز بالكره الذهبيه السنويه 3 مرات متتاليه من 84 ل 86، وثاني افضل لاعب هو يوهان كرايف اسطوره هولندا وصاحب 3 كور ذهبيه سنويه، واسطوره ريال مدريد الفريدو دي ستيفانو هو افضل لاعب في الجيل السابق والوحيد في تاريخ الكره اللي حقق السوبر بالون دور. فيلا بينا بقى نعرف مين هم ال10 لاعيبه اللي عندهم فرصه كبيره يفوزوا بجائزه السوبر بالون دور الاسطوريه التاريخيه النادره للمره الثانيه بعد الفريدو دي ستيفانو. في اسماء كتير كانت مذهله لكنها ما دخلتش القائمه النهائيه، والاسماء اللي ما دخلتش دي هم مش لعيبه عاديين بل لعيبه اصلا حققت الكره الذهبيه زي كاكا ولوكا مودريتش ما دخلوش بفرق بسيط، وكمان في ايقونات كرويه زي تيري هنري هو كمان خارج القائمه. انت متخيل؟ عشان المركز العاشر يروح لرود خوليت عنده مع اي سي ميلان وسان جوليا وتشيلسي، وكان لسه بادئ في مسيرته مع اي سي ميلان لما تم توزيع اول جائزه من السوبر بالون دور. لاعب خط الوسط الهولندي واحد من اعظم لاعبي هولندا في التاريخ، كان قبلها بسنتين فاز بالكره الذهبيه السنويه خلال وقته في السان سيرو، فاز مرتين بدوري ابطال اوروبا وثلاث مرات بالدوري الايطالي، كمان فاز ببطوله اوروبا مع منتخب الطواحين الهولنديه. اجمالي احصائيات مسيره رود خوليت هي 642 مباراه، قدم خلالهم 236 هدف وعمل 112 تمريره حاسمه، وحقق الدوري الايطالي 3 مرات ودوري ابطال اوروبا مرتين والدوري الهولندي 3 مرات وكاس الاتحاد الانجليزي مره وبطوله اوروبا مره والكره الذهبيه في سنه 1987. في المركز التاسع بيترتب تشافي هرنانديز عنده مع البارسا والسد القطري. تشافي واحد من ايقونات الجيل الذهبي للكره الاسبانيه سواء مع منتخبه اللي حقق معاه 3 بطولات كبيره متتاليه تحت قياده بيب جوارديولا او مع برشلونه الذهبي. تشافي شارك في 767 مباراه مع كبير كاتالونيا بيخليه في المركز الثاني على مر العصور بالنادي من حيث المشاركات، وبرضه نفس الترتيب على اساس التمريرات الحاسمه. اجمالي عدد مبارياته هو 980 مباراه، سجل خلالهم 121 هدف وصنع 240. وانجازاته الرئيسيه هي الدوري الاسباني 8 مرات، دوري ابطال اوروبا 4 مرات، وكاس الملك 3 مرات، وكاس العالم مره واحده، وبطوله اوروبا مرتين لكنه لم يفز بالكره الذهبيه. دلوقتي هتسالني يا صاحبي ازاي تشافي مترشح للسوبر بالون دور وهو ما حققش الكره الذهبيه قبل كده، وفي نفس الوقت لعيبه زي لوكا مودريتش وكاكا خارج القائمه؟ هقول لك ان الاسماء ال10 دول نتائج تصفيات وتصويتات بقالها سنين شغاله، وممكن بفروق بسيطه زي ما قلت لك لاعب ايقونه واسطوره زي هنري تلاقيه خارج القائمه. وفي المركز الثامن اندريس انيستا عن برشلونه وفيسل كوبا ونادي الامارات. انيستا كان شريك تشافي في معظم فتره جيل جوارديولا الذهبي في الكامب نو. انيستا اخذ جائزه افضل لاعب في اوروبا في 2012، وافضل لحظات انيستا على الاطلاق كانت في 2010 مع المنتخب الاسباني لما سجل الهدف اللي خلى اسبانيا تفوز باول كاس عالم ليها. اجمالا شارك في 962 مباراه مسجلا 102 هدف وصانعا 192 غيرهم، وحقق الدوري الاسباني 9 مرات والابطال 6 مرات وكاس الملك 3 مرات وكاس العالم مره واحده وبطوله اوروبا مرتين، لكنه زي تشافي لم يفز بالكره الذهبيه. في المركز السابع رونالدينيو عن باريس سان جيرمان وبرشلونه والبيج ميلان. رونالدينيو ده يا صاحبي كان لاعب من عالم موازي، وعلى فكره كان ممكن يوصل لقمه تصنيف السوبر بالون دور لان البرايم بتاعه حرفيا ما حدش وصل له خلال ال 40 سنه اللي فاتت. الساحر البرازيلي كان بيحسسك ان قد ايه الكره دي لعبه سهله وممتعه باسلوب السامبا وابتسامته المعديه، لكنه للاسف واجه صعوبه في استعاده برايم وقمته تحديدا بعد مونديال 2006، لكنه ساب البارسا بعد ما اكتشف وتسبب في وجود لاعب ناشئ اسمه ميسي، وكان هو اول صانع اهداف ميسي في 2005. عدد مباريات رونالدينيو هي 646 مباراه، سجل فيها 231 وصنع 197 هدف، حقق الليجا مرتين ودوري ابطال اوروبا مره واحده والدوري الايطالي مره وكاس العالم مره وكوبا امريكا مره والكره الذهبيه برضه مره في سنه 2005. اما في المركز السادس بيترتب المدافع
المدافع الافضل في التاريخ باولو مالديني عن اي سي ميلان. لما تبص على كلمه الاستمراريه في القاموس يا صاحبي هتلاقي صوره باولو مالديني، واللي كان مسيطر على الكره الايطاليه بدفاعه الاسطوري. شارك في 1027 مباراه، سجل 40 هدف وصنع 48. انت متخيل يا صاحبي؟ محققا الدوري الايطالي 7 مرات، ودوري ابطال اوروبا 5 مرات، وكاس ايطاليا مره، وهو ثالث لاعب في قائمتنا لم يفز بالكره الذهبيه السنويه. وفي منتصف القائمه بترتب الحارس الوحيد فيها والاعظم خلال الجيل الحالي هو جلويجي بوفون عن بارما واليوفي وباريس سان جيرمان. شارك في 1115 مباراه وخرج بالشباك نظيفه 506 مره. انت متخيل؟ يعني تقريبا نص عدد اجمالي مبارياته، بل وعمل 48 تمريره حاسمه. امال انت فاكر ايه يا صاحبي؟ انا مش مدخل اي حد معانا في القائمه عشان تكون انجازاته الرئيسيه هي الدوري الايطالي 10 مرات، والدوري الفرنسي مره واحده، كاس ايطاليا 6 مرات، وكاس العالم مره واحده، لكنه لم يفز بالبالون دور السنوي. بالمركز الرابع الظاهره رونالدو نازاريو دي ليما عن برشلونه وانتر ميلان وريال مدريد. هتقول لي ليه ظاهره؟ هقول لك عشان مفيش لاعب في تاريخ الكره عنده نفس بنيته الجسديه والعضليه دي، ومع ذلك كان سريع وقوي وحركته ناعمه مش تقيله، والاهم انجازاته طبعا يا صاحبي. عرفت بقى ليه ظاهره؟ واحصائياته هي 580 مباراه، سجل فيهم 371 هدف وصنع 108. محققا الدوري الاسباني مرتين، وكاس الاتحاد الاوروبي مره، وكاس العالم مرتين، وكوبا امريكا مره، وفاز بجائزه الكره الذهبيه مرتين سنه 1997 وسنه 2002. اما عن اصحاب المراكز الثلاثه الاولى فهم زين الدين زيدان بالمركز الثالث عن بوردو، يوفنتوس، وريال مدريد، بمشاركات وصلت ل 797، سجل خلالهم 156 وصنع 171، وحقق الدوري الايطالي مرتين، والدوري الاسباني مره واحده، ودوري ابطال اوروبا مره، وكاس العالم مره، وبطوله اوروبا مره، وحقق الكره الذهبيه مره. بالوصافه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وريال مدريد واليوفي بعدد مباريات وصل ل 1225، وعدد اهداف وصل ل 989، وعدد تمريرات حاسمه وصل ل 283 تمريره. محققا لقب البريمير ليج 3 مرات، والدوري الاسباني مرتين، والدوري الايطالي مرتين، ودوري ابطال اوروبا 5 مرات، وبطوله اوروبا مره، والكره الذهبيه 5 مرات. والمرشح الاول للسوبر بالون دور عن افضل لاعب في الجيل هو ليونيل ميسي عن برشلونه وباريس وانتر ميامي، واحصائياته هي 1069 مباراه، واهدافه 838، وصنع 412 غيرهم. والقابه الرئيسيه هي الدوري الاسباني 10 مرات، والدوري الفرنسي مرتين، ودوري ابطال اوروبا 4 مرات، وكاس العالم مره، وكوبا امريكا مرتين، والكره الذهبيه 8 مرات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت معايا لحد هنا اعرف انك عزيز جدا على قلبي، وعايزك تتوقع في الكومنتات مين اللي هيفوز بالسوبر بالون دور 2029. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.